عايز محتواك يتشهر بشكل كبير ويطلع اكسبلور، سواء انت كنت شخص بتصنع محتوى او حتى عندك بزنس او شركه وعايز تكبر الفان بيس بتاعتك، اتفرج على الفيديو ده. اول حاجه في الريلز، لو بترفع ريلز على انستجرام تنزل لغايه كلمه اد توبكس، ودي الهاشتاجز اللي انت هتختارها. انستجرام بيدي لك الميزه انك تختار 3 هاشتاجز مميزين، ولكن ناس كتير قوي بتختار ايه؟ مثلا يروح على القسم اللي هو فاشن اند بيوتي ويختار ستايلز اند ترندز، وبعد كده يروح على الانيمالز ويختار كيوت انيمالز عشان في حيوان مثلا طالع في الفيديو. لا مش هينفع، لازم تختار ال3 حاجات من نفس السكشن. بالشكل ده انت بتقوي بشكل كبير جدا الريل بتاعك. وتاني حاجه، لو انت بترفع صوره، اهم حاجه انك في نفس الصفحه دي تنزل لغايه الاخر، هتلاقي كلمه ادفانس سيتنجز او الاعدادات المتقدمه، لما تدوس عليها هيدخلك على الصفحه دي، تنزل برضو لغايه الاخر وهتلاقي حاجه اسمها رايت الت تكست. لما بتكتب الالت تكست على الصوره او مجموعه الصور، ده معناه انك بتخلي انستجرام يشوف ايه اللي جوه الصوره في شكل كتابه. فلو جوه الصوره حاجات معينه، اكتب كل تفصيله جوه الصوره في الالت تكست. بالشكل ده انت بتساعد محركات البحث انها تشوف المحتوى بتاعك، ولو الناس عايزه تسيرش على حاجه معينه يطلع لهم الصوره بتاعتك من ضمن البحث لو انت كاتب هنا الكي ووردز مظبوطه. ولو عايز تعرف اكتر على السوشيال ميديا ماركتنج، ادخل على داش ايجنسي، اللينك في البايو. وانا تامر. وفي الاخر بقى ما تنساش تعمل سيف الفيديو، شير مع اصحابك، فولو عشان تشوف الحاجات الجديده.